السلام عليكم. ازيكم؟ احنا البشر وعلى مدار تاريخنا عملنا بلاوي، يعني بنينا وعمرنا وفي نفس الوقت دمرنا وخربنا. تاريخنا البشري مليان على اخره ولسه بنزود له لحد النهارده. عندك بقى عجايب وغرايب واحداث كتير منها اللي اتحل ولسه في الغامض وغريب. فانا جيت النهارده اعرض لك الغامض وهتقول لنا رايك. انا محمد هشام وانتوا بتتفرجوا على الحلقه الاولى من على رادار التاريخ. رادارنا النهارده في سان فرانسيسكو وتحديدا سنة 1962. حكايتنا النهارده عن واحدة من أذكى خطط الهروب في التاريخ، وهي الهروب من سجن الكتراز. وفي البداية خليني أقول لك إن السجن ما كانش سجن عادي كده، يعني السجن اتبنى سنة 1934 على جزيرة الكتراز وعلى صخرة عالية جدا، والمية اللي حواليها كانت درجة حرارتها تحت الصفر معظم أوقات السنة. مهمة السجن كانت إبقاء أخطر المجرمين وأذكاهم بعيدا عن البشر، لأنهم بيمثلوا خطر حقيقي عليه. وطبعا المساجين اللي من النوع ده كان محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. وطبعا السجن كان سجن نفسي اكتر من انه سجن حقيقي، بمعنى انهم كانوا بياخدوا المساجين دول ويحطوهم في السجن لمدة 10 سنين مثلا، وتحت النظام الصارم جدا للسجن والحراسة المشددة جدا بيستبعد فكرة الهروب عن الذهن تماما، وبيستمروا كده لحد ما السجين بيتكسر نفسيا ويبقى شايف ان السجن حياة. بعدها بياخدوه ويحطوه في سجن عادي ويكمل باقي حياته هناك. والحقيقة السجن كان ناجح جدا في الموضوع ده، يعني السجن دخلوا تقريبا 1545 واحد، ومنهم ناس زي الكابوني ودكتور باركر، والسجن قدر يتغلب على 1509 منهم. وطبعا زي اي سجن كانت في محاولات كتير جدا للهروب، يعني خليني اقول لك ان كان في 36 شخص حاولوا يهربوا على 14 محاولة، واتقتل 10 منهم في محاولات القبض عليهم، والباقي اتمسك ما عدا 3 وهم ابطال قصتنا النهارده، الاخوان انجلين جون وكلارنس وكمان صديقهم فرانك موريس. يوم 11 يونيو سنة 1962 كان يوم عادي جدا في سجن الكتراز، يوم روتيني وممل. السجن متأمن ب90 حارس والدنيا تمام وكله مطمن. حراسنا قفلوا الابواب وادوا التمام ان الدنيا زي الفل. اصل تخيل معايا ان في واحد قدر يخدع ال90 حارس ويهرب من كل نقط التفتيش ويوصل على شط الجزيرة. هيلاقي ايه؟ هيلاقي ميه متلجة جدا جسمه مش هيقدر يستحملها، وسمك قرش جعان مستنيه. فالموضوع كان اشبه بالمستحيل. المهم نوصل لفجر يوم 12، المساجين واقفين طابور قدام زنازينهم عشان يدوا التمام الصباحي، بس اكتشفوا ان في 3 مش موجودين. مدير السجن افتكر ان هم نايمين وتاخروا عن الطابور، فامر الحراس انهم يخشوا يجيبوهم عشان يدوهم درس ويخلوهم عبره لكل المساجين. الحراس لما دخلوا لقوا رؤوس مصنوعه من الطين ومدهونه بالدهانات ومحطوط عليها شعر بشري ومتغطيه عشان يخضعوا الحراس، وان ال3 ما ناموش في زنازينهم امبارح لانهم ببساطه هربوا. يا ابن اللعيبه يا فاجر. وطبعا الدنيا اتقلبت وبلغوا الاف بي اي، والاف بي اي امرت باغلاق الجزيره كلها وان مفيش اي وسيله مواصلات تدخل او تخرج من الجزيره. اداره السجن ردت ان ده الاجراء الطبيعي اللي بيتم مع الحالات اللي زي دي، وبدات التحقيقات. الاف بي اي عرفوا انهم حاولوا يهربوا قبل كده وان دي مش اول مره، بس كانوا بيفشلوا، فحققوا مع كل اللي يعرفوهم. وكمان شددوا ان مفيش اي سفن تمر بالقرب من المنطقه المحظوره، وان اللي يلاقي حاجه يبلغ عنها. وبدا البحث، وبعد يومين لقوا جوابات تخص المساجين متحافظ عليها كويس بشنط من المطاط، وكمان لقوا مجداب بدائي مصنوع من الخشب والمطاط، وكمان لقوا سترة نجاة بدائية وصلت الشاطئ. وطبعا انت عايز تعرف ايه اللي حصل؟ مش عايز؟ تمام، انا كده كده هقول اللي حصل، وده على حسب تقرير الاف بي اي وخبر السواحل وكمان ادارة السجن كان كالاتي. اسمع كله يسمع هنا معايا عشان الموضوع ده هيفيدنا. اصحابنا ال3 بداوا الخطه في شهر ديسمبر، والبدايه كانت مع منشار قديم لقوه قسموه ما بينهم هم ال3، وكمان لقوا مكنسه كهربائيه مكسوره خدوا الموتور بتاعها وصنعوا حاجه زي الشنيور واستخدموهم في ان هم يفتحوا فتحات التهويه اللي في الزنازين ال3، وكانوا بيقدروا يوصلوا للسطح بسهوله عن طريق ممر سري محدش يعرف عنه حاجه من الحراس. بس هنا ظهرت لهم مشكله، والمشكله كانت ان الحراس بيعدوا على الزنازين بالليل وهم بيراقبوا. فبدا اصحابنا يصنعوا رؤوس من الطين على اشكالهم ويحط لها شعر بشري ويدهنوها بالدهانات ونيموها مكانهم ويغطوهم. وقدروا في الشهور دي انهم ياخدوا 50 جاكيت مطر عن طريق السرقه والمساعده من زمايلهم، وكمان عملوا ورشه بدائيه عشان يصنعوا فيها الحاجات دي. وكان نظام الشغل 2 بيشتغلوا وواحد بيراقب. المهم صنعوا منهم سترات نجاه بدائيه، وكمان صنعوا قارب 14 في 6 قدم من المطاط، وكانوا بيخيطوا الوصلات كويس قوي وبعدين بيعرضوها لدرجه حراره عاليه جدا عن طريق انابيب الميه السخنه. والفكره دي كانت جات لهم من مجله كانت موجوده في زنزانه واحد منهم. وكمان عملوا مجدفين من الخشب والمطاط، وكمان موريس حول آلته الموسيقيه لآلة يقدروا ينفخوا بيها القارب. ويلا بينا، كله تمام وجاهزين نبدا
بقى. توكلنا مع الله. في ليلة 11 يونيو حطوا الجماجم مكانهم وغطوها وطلعوا عن طريق الممر السري للسطح، وبعدين نزلوا في فتحة المخبز اللي كانت بره مجمع الزنازين، وبعدين نطوا من على السور وبقى على شط الجزيرة وركبوا القارب ومشوا. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ محدش يعرف، كان كله عبارة عن الغاز، عاشوا ولا ماتوا، غرقوا ولا وصلوا، محدش يعرف اي حاجة. وبعد ما قعدوا 13 سنة الاف بي اي بيدوروا عليهم وما وصلوش لاي حاجة، قفلوا القضية واعتبروهم ماتوا وسلموها لوزارة العدل. والسجن كان اتقفل بعدها بسنة، يعني سنة 1963. وفي 2018 وصل للاف بي اي رسالة من مجهول، وكان بيقول فيها: اسمي جون أنجلين، هربت من الكتراث سنة 1962 مع أخي كلارنس وصديقي فرانك موريس، عمري 83 عام وفي حالة سيئة. نعم، لقد نجحنا في هذا في تلك الليلة ولكن بالكاد. توفي فرانك في أكتوبر 2008، قبره في الأرجنتين تحت اسم آخر، ومات أخي في 2011. وبس كده، الرسالة انتهت وسابت أسئلة كتير ما جاوبتش عليها. ده لو قصد يعايرهم ويشلهم مش هيبعت الرسالة دي. وطبعا الجدير بالذكر ان الاف بي اي دوروا ورا الرسالة وحاولوا يعرفوا مين بعتها واتبعتت منين، وبرضه ما عرفوش يوصلوا لأي حاجة. وطبعا اللي حصل ده كان ملهم جدا للمؤلفين والمخرجين، وبدأ اسم الكتراث يظهر في السينما وبدأوا يستخدموها كتير، زي عندك الكتراث وسكيب فروم الكتراث، وتصور فيها افلام كتير زي مشهد المعركة الرئيسية من فيلم اكس مان. والجزيرة فتحت ابوابها بعد كده للسياح، يعني انت لو سافرت سان فرانسيسكو ودفعت التذكرة ب $40 بس هتقدر تدخل الجزيرة، وهتلاقي نظام صوت يحكي لك عن كل حاجة تخصها، يعني هيحكي لك قصص وتاريخ السجن وعن التمردات اللي حصلت فيه وازاي ابطلوها. وكمان هتعدي على كل المراحل كأنك سجين، من اول ما تدخل الجزيرة وتاخد كل الخطوات زي السجين العادي لحد ما تستلم سريرك وتعيش روتينه اليومي. وطبعا لو جربتها ما تنساش تقول لنا عن احساسك هناك. سلام.